السلام عليكم. اهلا بكم مرة تانية، يا رب تكونوا متابعين لسلسلة اظبط سي فيك. هنتكلم النهاردة على قسم الورك اكسبيرينس او البروفيشنال اكسبيرينس. طبعا القسم ده هو القسم بقى اللي بتبدع فيه وتكتب فيه كل حاجة عن خبراتك في الوظائف اللي انت اشتغلتها قبل كده، وهتكتب هنا الوظائف بتاعتك من الاجدد للاقدم. فالوظيفة اللي انت شغال فيها حاليا هتكون هي اول وظيفة عندنا. طبعا ضروري كل وظيفة تكتب فيها ايه البوزيشن اللي انت اشتغلت فيه، وايه هي الشركة او اسم الشركة، والوقت اللي انت اشتغلت فيه من الى. وهنا نقطة مهمة جدا ان انت لازم تكون موحد طريقة كتابة التواريخ في السي في كله. التاريخ هيكتب بطريقة من الاتنين، يا اما مثلا ديسمبر 2022، بعدين مسافة لشرطة، بعدين ديسمبر 2023 مثلا، او اللي انت تكتبها بالارقام 12 سلاش 2022 ل داش بعد كده ل 12 سلاش 2023. فضروري نكتب التاريخ بشكل واضح ونبعد عن اي اختصارات زي ديس وسب والكلام ده، لان ده ممكن ما يتقراش بشكل كويس على نظام الاي تي اس. طبعا كذلك هتكتب موقع الشغل بتاعك كان فين، بالكتاب المحافظة والبلد، ولو في اختصار للبلد ما فيش مشكلة، ولكن انا بفضل دايما البعد عن الاختصارات، لان دي بتعمل مشاكل كتير جدا زي ما قلنا نظام الاي تي اس. طبعا اللي مش عارف ايه نظام الاي تي اس يبقى هو مش متابع السلسلة من اولها، فيطلع من الفيديو يدوس الهاشتاج ويتابع السلسلة من اولها عشان يكون مجمع معانا. بعد كده هنكتب تحت كل وظيفة bullet points فيها ايه هي اهم انجازاتنا. هيكون في مجموعة bullet points عندك في البداية ثابتة، ودي اللي هتكون بتتكلم فيها عن اهم انجازاتك. واهم انجازاتك هنا فعلا حاجات انت عملتها وفرقت في الشركة، فرقت في الشغل، حاجة كانت مشكلة معينة وحلتها بطريقة فرقت كتير في الشركة. آه، فعلا انت حاجة بتحسن منها في اداء الشركة، شايف ان انت بتعملها بشكل كويس او احسن من غيرك. ممكن كذلك لو في انجازات بارقام، ناس كتير مثلا خلينا نقول في المبيعات، ممكن يقول والله اللي هو عمل مبيعات تقدر بمبلغ اكس مثلا في خلال كام شهر، فرقت مثلا في ميزانية الشركة او في السيلز ريفينيو بتاعت الشركة مثلا بالرقم الفلاني. فالارقام في القسم بتاع الانجازات بيفرق كتير جدا. حتى لو مش لاقي انجازات قويه، ممكن تقول بس انت مثلا كنت بتليد فريق في كام شخص شغالين تحت منك، وازاي انت اثرت فيهم وعملت لهم كوتشنج بشكل كويس وطلعت منهم افضل ما فيهم يعني. فالحاجات دي بتفرق، وزي ما قلنا هيكون في مجموعه نقط هي ثابته في البدايه، وهي دي اللي بتقدم دايما بيها في اي وظيفه، هتكون كاتب نفس النقط دي. بعد كده هيكون عندك نقط بقى اللي هي بتكون شويه فيها الفلكسبيليتي بتاعتنا، ان احنا نقدر نغير فيها شويه بناء على الوظيفه اللي احنا بنقدم فيها. فمثلا زي ما قلنا في الاول، لو انت معماري بتقدم على سوبرفيجن غير لو بتقدم على ديزاين. فلو انت عندك الفلكسبيليتي اللي انت تقدم على الاثنين، والله انا هنا ممكن اركز اكتر على جزئيات اللي بتتكلم على الديزاين. لا، لكن لو انا بقدم على سوبرفيجن هتكلم اكتر على انجازاتي في السايت وهكذا، والسيفتي وخلافه. ف القسم بتاع الورك اكسبيرينس ده كذلك لازم يكون فيه مجموعه نقط ثابته، وبعدين مجموعه نقط متغيره بتعتمد على الوظيفه اللي انت بتقدم لها، وكذلك ايه اللي مطلوب في الوظيفه دي. انت بتشوف مثلا والله الشخص ده مطلوب يكون بيعمل برزنتيشن وبيقدم تكنيكال ريبورتس بشكل كويس. فلو انت مش كاتب في العادي في السي في بتاعك الريبورتات لانها حاجه مثلا اي مهندس ممكن بيعملها، او لا والله دي مش شغله المهندس، ده شغل دوكيمنت كنترولر او ايا كان، بس يا ريتها مطلوبه في الوظيفه، فبتبدا تروح جاي معدل شويه بحيث ان انت تكتب اللي انت بتعمل الحاجه دي بشكل جيد او بشكل بروفيشنال، وتوضح امكانياتك في الجزئيه دي. الناس السينيور وطالع القسم او كل وظيفه من الوظائف بتاعتهم ممكن تبقى في حدود من 8 ل 12 بوليت بوينتس، وما تزيدش كذلك عن 15 في اول وظيفه او اتنين مثلا. وبالتدريج بتبدا تقل لدرجه ان ممكن لو حد 20 25 سنه خبره مثلا ممكن يشيل مجموعه وظائف في الاخر، او يكتب بس اسم الوظيفه ومش شرط يشرح فيها ايه اللي كان بيعمله، لان خلاص ده بقى متكرر في السي في كله، فمش شرط ان هو يرجع يكتب كل الكلام ده تاني. ممكن تبقى اصلا وظائف مالهاش علاقه باللي هو بيعمله دلوقتي، فبنبدا نختصر على قد ما نقدر كل ما الوظيفه بتقدم. للناس الجونيور لا، الموضوع شويه بيبقى مختلف اكيد. بتحاول في القسم ده اللي انت تحاول تكتب حاجات انت اتعلمتها، حاجات استفدتها، حاجات تقدر شايف اللي انت تقدر تعملها حتى لو انت ما عملتهاش في تدريب في الكلية، بس انت عارف اللي انت تقدر تأدي ده، بتبدأ تتكلم عنها حاجة زي دي. وبيبقى ممكن كل وظيفة او كل تدريب انت نزلته من 3 ل5 نقط بالكتير قوي،
ولكن لازم تتكلم في القسم ده. انا بشوف ناس بتحط الوظيفه او التدريب اللي عملوه من غير ما تكتب فيه اي حاجه، او تكتب البروجكتس اللي اشتغلوا فيها. ده مش مهم خالص، الاهم فعلا انت كان دورك ايه. طيب بالنسبه للبروجكتس برضو، في الموضوع ده اتجاهين. اتجاه انا بفضله عن نفسي، الاتجاهين ما فيهمش اي مشكله. اتجاه اللي انت مثلا بتكتب المشاريع اللي انت اشتغلت فيها في كل شركه من ضمن البوليت بوينت، والله بتكتب في الاخر البروجكتس وتحط المشاريع اللي انت اشتغلت فيها لو اشتغلت في اكتر من مشروع في الفتره اللي اشتغلتها في الشركه. لو هو كان مشروع واحد او ايا كان، ممكن تحطه في الاول مثلا خالص وانت بتوظف ادائك في الشركه، اللي انا والله كنت بريد التيم في المشروع الفلاني لمده مش عارف كام سنه في تيم من قد ايه، وده اللي اشتغلت عليه مثلا. لو انت عندك مشاريع كتير جدا وحابب ان انت تفصلها بشكل منفصل، في الحالة دي ممكن تعمل سيكشن اسمه البروجكت وتحط فيه مشاريعك. ولكن فعليا هو لو انت عندك مشاريع كبيرة ومعروفة هتدخلها اكتر ضمن الكارير سامري، هتدخلها في البوليت بوينتس بتاعتك وهتكون كافية، مش محتاج لها قسم لوحده. تكملة بقى للورك اكسبيرينس، بعد الورك اكسبيرينس على طول بيجي قسم الاديوكيشن، وبيكون مكتوب بنفس الطريقه شويه اللي كتبت بيها الورك اكسبيرينس. فعلى سبيل المثال، شوف انت كتبت التاريخ بتاع الورك اكسبيرينس ازاي، وحاول توحده في طريقه كتابه الاديوكيشن بتاعك. حتى لو كان الكليه مثلا انت دخلت 2000 وكذا ل 2000 وكذا، لا يفضل تكتب بدايه اي سنه دراسيه في البلد اللي انت فيها بتبدا امتى وبتنتهي امتى، حتى لو بشكل تقريبي. ده عشان بس الاي تي اس يفضل مستوعب ان دي طريقه الفورمات اللي انت بتكتب بيها ايه التواريخ بتاعتك. وكذلك هنكتبها من الاحدث للاقدم. يعني انت لو مثلا اخدت ماجستير، اخدت دكتوراه، تبدا تكتب دي الاول وبعدين تبدا تكتب ليسانس او البكالوريوس او ايا كان الحاجات اللي اخدتها قبل كده. طبعا هنكتب هنا اسم الجامعه اللي انت اتخرجت منها، واسم القسم او الكليه اللي داخل الجامعه دي، وزي ما قلنا السنوات اللي درست فيها في الجامعه. ولو انت حديث تخرج ممكن تبدا تحط الجريد بتاعتك، لو هي جود، جيد فيما فوق. وكذلك بتحط العنوان برضو كمحافظة وبلد. في ناس بقى لو هي لسه فعلا حديث تخرج ولا نزلت تدريب ولا عملت اي حاجة، هي هتبقى عندها اول قسم عندنا السكيلز، بعد كده الورك اكسبيرينس. طب ما عندوش ورك اكسبيرينس خالص، في الحالة دي بيحط الاديوكيشن وتكتب شوية بولت بوينت في الاديوكيشن دي عن اهم الحاجات اللي انت اتعلمتها. والله لو اخدت كورسات حتى ولو كورسات برامج، حضرت ندوات، اي حاجة انت عملتها تقدر تبدأ تكتبها هنا. شاركت في حاجة، عملت جوائز، اخدت جوائز او حضرت اي اكتيفيتيز ليها علاقة بالشغل اللي انت بتقدم عليه، بتبدأ تكتب ده في قسم الاديوكيشن لو انت حديث تخرج. ويكون الموضوع من 3 ل5 نقط كحد اقصى. احنا كده اتكلمنا على الورك اكسبيرينس والاديوكيشن وعلاقتهم ببعض وازاي بيتكتبوا، وان شاء الله هنتكلم على باقي الحاجات والاقسام التانية اللي في السي في بتاعنا. تابعوا معانا سلسلة اظبط سي فيهك، ومتنسوش اللايك والشير. باي باي.